خلال 24 ساعة القادمة أكبر مستخدمي يوتيوب في العالم سيقررون ما أطبخ، وأولهم آيراك. نيك، إنه إيراك. كما تعلمون تفوقت على بيتزا هات بصنع أكبر بيتزا في العالم، لذا فإن التحدي الذي أريده هو أن تصنع أكبر شريحة ممكنة من البيتزا. نحن لسنا متأكدين إذا كان هذا سيعمل، لكننا نمد 10 باوندات من العجين. كم عدد شرائح البيتزا العادية الموجودة في هذه الشريحة العملاقة التي نصنعها؟ 64. سأرمي بعض السميد حتى لا يلتصق ثم ننزلق. خطوتنا التالية هنا هي وضع الصوص. يجب أن أقول أن هذا مرضٍ جدا. لن نذهب إلى الحافة لأن هذا هنا سيكون قشرة. سننهيها بقليل من جبن البروفولون وهي جاهزة للخبز. هنا يمكن أن نفقد السيطرة. يا إلهي، أعتقد أنك حصلت عليها. إنها في الفرن. نضجت البيتزا. أوه، هذه البيتزا كبيرة. الآن سنقطع هذا إلى شرائح، لذا فإن هذه الشريحة أعلى بحوالي 31 بوصة من المتوسط. وأخيراً وقت التذوق. سأكلها على الطريق. هذا رائع. أرسل لي مستر بيست أنه يريد صنع قالب فيستيبلز بالشوكولاتة، وهذا منطقي لأنني عرفت جيمي على الكاكاو وهي الفاكهة التي تصنع منها الشوكولاتة. لتكرار هذا فلنقرأ أولا قائمة المكونات. يوجد لدينا قصب السكر، مشروب الشوكولاتة العضوي، زبدة الكاكاو العضوية، ملح البحر، وليسيثين عباد الشمس. يمكننا التعامل مع هذا. هذه حبة طازجة، وهذا هو المكان الذي تأتي منه الشوكولاتة. تأتي في جميع الألوان والأشكال والأحجام. وللبدء في العملية يمكنك ببساطة فتحها. يقول البعض أن مذاق الفاكهة تماما مثل جولي رانشر. تبدأ عملية صنع الشوكولاتة بأكملها بهذه البذور هنا. هناك مشكلة، ليس لدي سوى يوم واحد لإكمال كل هذه التحديات، وصنع الشوكولاتة من الصفر يتطلب أكثر من أسبوع، لكنني فعلت هذا من قبل. بمجرد فتح حبة الكاكاو قم بتوزيعها بالكامل واتركها تتخمر لمدة أسبوع واحد. بعد هذا يتبقى لديك هذه الحبوب الملونة. يجب أن تحمص حتى يتحول لونها إلى اللون البني الغامق. رائحة البذور تشبه تقريبا مزيجا من الخل والشوكولاتة. نكسرها لفصل جميع حبيبات الكاكاو، ثم يتم طحنها إلى مشروب الكاكاو، وهو ما لدي هنا. هو أحد مكونات قالب مستر بيست. لم أكن أريدك أن تنتظر أسبوعا. المكونات الأخرى هي زبدة الكاكاو، قليل من سكر القصب، وقليل من ملح البحر، لأننا اخترنا لوح الشوكولاتة بملح البحر. قوموا بخلط هذا حتى يصبح لطيفا وسلسا، ثم نضعه في قوالب. أنا متحمس حقا لرؤية كيف ستنتهي هذه الأمور. بمجرد الانتهاء من وضعها جميعا سننقر عليها وننتظر. الآن بعد أن أصبحت الشوكولاتة صلبة، هذا هو الجزء الأكثر إرضاء في صنع الشوكولاتة. هذا لوح شوكولاتة مستر بيست منزلي الصنع. بعد أن نجحنا في إعادة صنع ألواح شوكولاتة مستر بيست، حان وقت التحدي من ZHC، أحد أفضل الفنانين على يوتيوب. مرحبا نيك، انحت البطيخة على شكل وجهي جوردن رامزي. ليس لدي أي فكرة عن كيفية إكمال هذا التحدي، لأنني لم أقم بنحت بطيخة من قبل، لكن سأبذل قصارى جهدي. أستطيع فعلها. أمارس الفن في المنزل. سيستغرق الأمر حوالي 8 ساعات، لكن يمكنني فعل هذا. حسناً، لقد أعطيت ماني كل الأدوات التي يحتاجها، وأمامه 8 ساعات لنحت أفضل بطيخة في حياته. وبينما يفعل ذلك سأتوجه وأكمل بعض التحديات الأخرى. حظاً سعيداً ماني. عمي نيك، أعلم أنك تحب أن تكون معصوب العينين لأن دماغك متسخ جدا، لذا أتحداك في صنع أفضل أرز مقلي بالبيض، لكن وأنت معصوب العينين، هل يمكنك فعل ذلك؟ العم روجر، يجب أن تعرف أنني قمت بالطهي وأنا معصوب العينين في السابق. قمت بذبح دجاجة وأنا معصوب العينين، ومؤخراً قمت بإعداد لحم بقر ويلينغتون وأنا معصوب العينين. على الرغم من أنه تبين أنه نيء جدا. كل شيء أسود، لا أستطيع أن أرى شيء. دعونا نصنع بعض الأرز المقلي. أولاً أحتاج إلى بعض الأعمال التحضيرية السريعة. أحتاج البصل، ثم سآخذ سكين. هنا تصبح الأمور خطيرة، وباستخدام يدي كدليل سأقطع البصل إلى شرائح وأقشر. من الأمور الإيجابية حول ارتداء عصابة العين أثناء تقطيع البصل أنك لن تبكي عند قطعه، على الرغم من أنني سأقول أن هذا أمر صعب للغاية. ممتاز. أين سلة المهملات؟ سأنقل البصل إلى جانب اللوح، ثم آخذ الثوم. سأستخدم فصاً واحدا فقط، وبمجرد أن أفتحه أفرمه بأفضل ما أستطيع. لا أعتقد حتى أنني أضربه. أخيراً سأحضر قطعة أو 2 من هذا الفلفل الحار وأقطعها أيضاً. حان الوقت لطهي الأرز المقلي. أولاً سأضيف بعض الزيت إلى المقلاة، وعندما أشم رائحة الزيت تبدأ في الظهور سآخذ لوح البصل والثوم والفلفل وأضعه في الزيت الحار. بمجرد أن تصبح هذه عطرية أحتاج إلى بيضة. أعرف أنها هنا في مكان ما. هنا. ثم سأضعها. ثم عندما تصبح البيضة منفوخة سأضيف الأرز القديم. ثم حان وقت صلصة الصويا. هذا ما يمكنني معرفته من خلال ملمسه هو صلصة الصويا. يجب الآن أن تصدر أزيزا على حواف المقلاة. سأضيف أيضا القليل من زيت السمسم. لم أسمع شيئا.
القليل من زيت السمسم، وبعد ذلك بالطبع لا يمكننا أن ننسى MSG. سأقوم برش ثقيل إضافي لعمي روج، وبالطبع الفلفل الأبيض لديه. هذا النوع الذي أعرفه هو الفلفل الأبيض لأن الحاوية أخف من حاوية MSG. يا إلهي، هذا فظيع. ثم نحرك. الآن أنا فقط بحاجة إلى طبق جميل، وسأقوم ببساطة بأخذ الأرز المقلي ووضعه في منتصف طبقي. يجب أن أجعل الأمر يبدو لطيفا ورائعا قدر الإمكان للعم روج، وفي النهاية لا يمكنك ببساطة تقديم الأرز المقلي بدون بعض البصل الأخضر، والذي سأقطعه إلى شرائح رقيقة ورقيقة ثم أضعه فوق الأرز المقلي. حان وقت الكشف الكبير.